اليوم أهلنا ثق، كل الأخ شاهد العيان وأني المتحدث والآخر اللي خابر، ما حد يعرف حقيقة ما يجري في تل أعفر. كل اللي نعرفه قصف قبل أيام، قصف بالطائرة، قصفوا محلة الفرحات، وقصف بالهاونات والمدفعية، مدينة محاصرة بينها وبين الحشد عند خضر الياس مقربة كيلومترين. هذا مو يعني مداخل، هذا مو يعني مداخل. واليوم إخلاء المدينة بهالطريقة وهم مقطوعين عن العالم. بالمناسبة لا آن لا أوان، لا حكومة، لا مهجرين، لا أكو جهة تسعفهم، لا أكو أحد يستقبلهم. طلعوهم من اتجاه لا في عسكر، لا في بيشمركة، لا في قوات نظامية، لا في حكومة. طلعوهم من اتجاه الجنوب الغربي إلى المتاهة، إلى الصحراء. اذهب أنت وربك فقاتلا. نازح من يطلع يقصد منطقة بيها حياة، لكن إذا الحكومة تقول إحنا على استعداد، إما متنازلين عن شعب تل أعفر وراح نحملهم هاي المسؤولية التاريخية، وراح نقيم دعاوى على كل متسبب في ضياع هؤلاء الناس، إما متنازلين عن شعب تل أعفر، أو أن هذا الكلام غير دقيق مثل الوعود السابقة. ماكو غير تفسير آخر.